وإذا أردنا أن نتكلم عمن وقع في كثير من المخالفات، ومن أشهر هذه المخالفات كما ذكرنا من قبل إنكار الصفات وتأويلها، وهذا سببه عدم العلم بالأحاديث النبوية الصحيحة، وكذلك عدم قبول أخبار الآحاد في باب الاعتقاد، والكلام بالمجاز، وتأويل الصفات الثابتة، وكذلك تقديم العقل على النقل. وهذا من أشهر عقيدته. من هذا؟ وهو الفخر الرازي، أو ما يعرف بابن الخطيب. هذا الرجل من رؤوس هذا المذهب ومن مؤسسي بعض عقائده الفاسدة. والرازي هذا هو إمامهم الذي قعد لهم هذا الأصل وجعل له قانونا، وصنف فيه التصانيف الكثيرة، وأدخل على مذهبه كثيرا من آراء الجهمية والفلاسفة. لذلك كان يقول إن نصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين. وقال إن العقل أصل النقل، فإذا جاء النقل بما يخالف مقتضى العقل قدمنا العقل. عرفت كيف؟ يعني هذا الرجل هو ممن قعد تقديم العقل على النقل، يعني ما لا يقبله عقله من النصوص سواء من الكتاب أو من السنة أو مما أجمع عليه الصحابة لا يأخذ به إلا إذا وافق عقله. وهو من المؤسسين لهذه العقيدة الفاسدة، حتى أنه رد عليه بعضهم ممن جاء بعده، كما قال صاحب الصواعق المرسلة وهو ابن القيم، قال لا يعرف أحد من فرق الإسلام قبل ابن الخطيب، يعني الرازي، وضع هذا الطاغوت وقرره وشيد بنيانه وأحكمه مثله. يعني لا يوجد مثل هذا الرجل في التعصب وإلزام الأتباع بهذه العقيدة الفاسدة. لذلك قال فيه ابن القيم، قال وضع هذا الطاغوت وقرره وشيد بنيانه، بل وأحكمه، نسأل الله العافية. فهذا الرازي كان منهجه تقديم العقل على النقل. ومن أشهر مقالاته أنه قال الظواهر النقلية إذا عارضت الدلائل العقلية لم يمكن تصديقهما ولا تكذيبهما لامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، ولا تصديق النقل وتكذيب العقل، لأن العقل أصل النقل، فتكذيبه لتصديقه يوجب تكذيبهما، فتعين تصديق العقل وتفويض علم النقل إلى الله تعالى، أو الاشتغال بتأويل الظواهر. هذا نقله صاحب درء تعارض العقل والنقل. فالرجل كان له منهجية واضحة جدا في تقديم عقله الفاسد على نصوص الوحيين. يعني هذه عقيدة الأشعرية، من منهجهم هو إمرار النصوص على العقل، فإن وافق أخذوا به، وإن خالف إما أولوه، فإن لم يجدوا له تأويلا فوضوه. هذه عقيدة. وعقيدة الأشاعرة بوجه عام وعلمائهم بوجه خاص. فلذلك تجد من طريقة هؤلاء كما قال اللقاني، وهذا يعني أحد علماء الأشاعرة، قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذه عقيدتهم، وكانوا يعتمدون على مثل هذه الأبواب وهذه القصائد التي تدعو إلى مخالفة الكتاب والسنة.
وللرازي أيضا كتاب اسمه أساس التقديس، ومما ذكره فيه أنه كان لا يقبل أخبار الآحاد، حيث قال: أما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله فغير جائز. هذا كلامه. يعني دائما تجد أهل الأهواء يردون النصوص المنقولة، وإن كانت في زعمهم من أخبار الآحاد فلا يأخذونها في باب الاعتقاد. أما أهل السنة يقولون يجوز الأخذ بأخبار الآحاد الصحيح في باب الاعتقاد. وكل من قرأ كتب الرازي علم أن الرجل خالف الكتاب والسنة، لذلك تجد الكثيرين ممن جاءوا بعده بيّنوا ضلاله وانحرافه عن السنة، كما جاء أيضا في درء تعارض العقل والنقل. يقول ابن تيمية الحفيد قال: فأبو الحسين وأمثاله من المعتزلة، وكذلك الغزالي والرازي وأمثالهما من فروع الجهمية. قال: من فروع الجهمية، هم من أقل الناس علما بالأحاديث النبوية وأقوال السلف في أصول الدين. هذا كلام واضح جدا. يعني كان الرازي كان من الجهمية، وكان من أقل الناس علما بالأحاديث النبوية، بل وأقل الناس علما بأقوال السلف في أصول الدين. ولما خالف اعتقاد السلف خالف أصول الدين مباشرة، لذلك هو يتكلم بهذه المقالات الفاسدة التي تدل على كفر صاحبها. ونقل عنه أيضا كما في كتابه بيان تلبيس الجهمية قال: الرازي هو في الحقيقة يجمع البدعتين، إنكار الصفات وتأويلها، فلا يتبع الحق لا في إسنادها ولا في دلائلها، بل لا يفعل ذلك في دلالة القرآن. ولذلك كانت طريقته صدا عن سبيل الله ومنعا للناس عن اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يثبت إلا بالنقل وبدلالة الألفاظ، وهو دائما يطعن في الطريقين. وهذا يثبت ما نقله عنه كما في درء تعارض العقل والنقل، بيّن أن سبب ضلال هذا الرجل كله هو عدم الإلمام والاطلاع بالأحاديث النبوية وأقوال السلف في أصول الدين. ثم نقل ابن تيمية الحفيد كما في بيان تلبيس الجهمية الجزء 3 الصفحة 82 قال: ومن العجب العجيب أن هذا الرجل، يعني الرازي، المحاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، عمد إلى الأخبار المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توارثها عنه أئمة الدين وورثة الأنبياء والمرسلين، واتفق على صحتها جميع العارفين، فقدح فيها قدحا يشبه الزنادقة المنافقين. ثم يحتج في أصول الدين بنقل أبي معشر أحد المؤمنين بالجبت والطاغوت أئمة الشرك والضلال، نعوذ بالله من شرورهم وأقوالهم، والله المستعان على ما يصفون. انتهى كلامه. فكلام ابن تيمية هنا يدل على أن هذا الرجل كانت مخالفته شنيعة، ويعني فيها من فساد الدين والدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم نقل عنه كلاما كما في كتابه بيان تلبيس الجهمية الجزء 8 الصفحة 36 بعد 105 قال: إن من مذهب السلف يعرف بنقل أقوالهم أو نقل من هو خبير بأقوالهم، وما ذكره من العبارات، يعني الرازي، من نسبة التفويض إلى السلف،
قال لم ينقله عن أحد من السلف ولا نقله من يحكي إجماع السلف، ولكن ما ذكره هذا من مذهب السلف والتفويض إنما يعرض في كلام أبي حامد الغزالي ونحوه ممن ليس لهم خبرة بكلام السلف بل ولا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يميزون بين صحيح هذا وبين ضعيفه، ولكن ينقلون مذهب السلف بحسب اعتقادهم لا بأقوال السلف وما بينوه وقالوه في هذا الباب. وأقوال السلف رحمهم الله تعالى كثيرة مشهورة في كتب أهل الحديث والآثار الذين يروونها عنهم بالأسانيد المعروفة، وكذلك في كتب التفسير. ونستفيد من هذا الكلام أن الرازي كان ينسب أقوالا لم يقولها السلف أصلا، يعني كان ينسب التفويض إلى السلف، لكن هذا لم يثبت عن السلف. وكل هذه جرأة وادعاء عن هؤلاء الأقوام الذين نشروا الدين الصحيح. فزعم هذا الرجل الفاسد أن السلف قالوا كذا وكذا، وكل ذلك غير صحيح، لأن كتب السلف موجودة في وقته وفي وقت من جاءوا بعده، ومع ذلك لم يقولوا أن السلف قالوا بهذه ولا هذه. وقال ابن تيمية الحفيد كما في الفتوى الحموية الكبرى في الصفحة 54 بعد 100 وما بعدها بقليل، يقول: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمرو الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار ابن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء التأويلات وإبطاله أيضا، ولهم كلام وأطال الكلام في هذا. فحاصل هذا أن ما عليه هؤلاء الذين ذكرناهم قبل قليل أن هؤلاء لهم تأويلات بعينها تأويلات بشر المريسي. وبشر المريسي أو بشر بن غياث المريسي هذا العراقي هو مما تكلم عنه السلف وردوا عليه وبينوا حاله وكشفوا عواره وهتكوا أستاره. ومن أشهر هؤلاء العلماء الذين صنفوا في الرد عليه هو الإمام عثمان بن سعيد الدارمي، وهو أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري. صنف كتابا سماه نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد. حكى فيه هذه التأويلات الفاسدة بأعيانها هي من مقالات بشر المريسي، ونحن اليوم نراها تتكرر وتتجدد عند هؤلاء البلاعمة البعيرات، هؤلاء الأشاعرة ومن نحى نحوهم في إبطالهم الصفات أو تأويلها وتفويضها، ويزعمون أن كل الآيات والأحاديث أنها من المجاز وليست على الحقيقة. وهذه عقيدة المتقدمين من الجهمية كبشر المريسي، وبشر المريسي قد بينوا حاله وهتكوا أستاره. ومن عقيدة الرازي أيضا أنه كان يقطع النصوص ويأخذ ما يناسب هواه ويستدل به على الفهم الذي يستقيم مع عقله الفاسد، كان من منهجه بطر النصوص
لذلك ذكر عنه ابن تيمية الحديث كما في بيان تلبيس الجهمية الجزء 7 الصفحة 74 بعد 100 قال إن هؤلاء، ويقصد هؤلاء الجهمية بلوثة أو الأشعرية بلوثة الجهمية، قال إن هؤلاء يعمدون إلى ألفاظ الحديث يقطعونها ويفرقون بينها، ثم يتأولون كل قطعة بما يمكن وما لا يمكن. ومن المعلوم أن الكلام المتصل بعضه ببعض يفسر بعضه بعضا، ويدل آخره على معنى أوله، وأوله لا يتم معناه إلا بآخره، كما يقال الكلام بآخره. وهذا كثيرا ما يفعله المؤسس الرازي وأمثاله. المؤسس، من هو المؤسس هذه القواعد الفاسدة؟ هو الفخر الرازي أو المعروف بابن الخطيب. ويصدق في هذا الرجل كلام الإمام أحمد لما تكلم عن المأمون وعن أحمد بن أبي دؤاد، يعني قاضي الجهمية، قال قاتله الله عمد إلى كتاب الله فغيره. غيره، يعني أنت إذا أخذت بما يوافق هواك وتترك ما لا يوافق هواك فأنت تأخذ إلا ما يوافقك، وهذا مذهب فاسد. فمن كان مستنا فليأخذ بجميع السنن وبجميع الأخبار. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ سبحان الله، هذا لا يستقيم. أما إن تكلمنا عن عقيدة هؤلاء الأشاعرة الجهمية، إن تكلمنا عنهم في باب الصفات تجدهم يقولون، وهذا في كل كتب الأشاعرة، علماء الأشاعرة تجده يقرر أن هذه الآيات من المتشابه، ويقولون هي من المجاز. يعني إذا ذكر الله الصفة قالوا هي من المجاز وهي من المتشابه، وكل ذلك يريدون التأويل. يعني على سبيل المثال إذا ذكرنا آية واحدة وهي التي هتكت أستارهم، وهي قول الله تعالى ثم استوى على العرش، أو الرحمن على العرش استوى، يعني صفة الاستواء لله تبارك وتعالى. وهذا كثير في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع السلف على أن الاستواء على ظاهره، وهذا ما يعرف في لسان العرب. حتى أن هذا الرازي قال في تفسيره الكبير، قال ثم استوى على العرش، قال هذا من المتشابهات التي يجب تأويلها. التي ماذا؟ يجب تأويلها. طيب لو قلنا لهم كيف تؤولونها وما معنى استوى، ماذا يقولون هؤلاء الأشاعرة؟ يقولون استوى بمعنى استولى. أولوا أم لم يؤولوا؟ أول. قالوا استولى. طيب كيف استولى؟ كيف استولى؟ هذا طعن في الله سبحانه وتعالى. أنتم الآن بهذه اللفظة الفاسدة استولى أنتم تثبتون إلهين في السماء. قد يقول هذا الأشعري كيف؟ نقول له كيف الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء وخلق العرش، والعرش من أكبر وأعظم المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، تقول أن الله استولى عليه. الاستيلاء هذا يطلق على من فقد الشيء، يعني يقولون أن الله لم يكن يملك هذا العرش فاستولى عليه، يعني وكأن العرش كان لإله آخر ثم استولى عليه الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله، وتعالى الله عن قول هؤلاء الكفر علوا كبيرا. ويعني يستدلون أيضا بأبيات لذاك الأخطل النصراني، يقولون استوى بشر على العراق بلا سيف أو دم مهراق.
أي استولى بشر على العراق، أي تغلب وسيطر على العراق. سبحان الله. بل وفي لسان العرب استوى بمعنى على واستقر وجلس وقعد على ألفاظ متعددة، فيأتون بألفاظ يريدون نفي صفة العلو والفوقية لله تبارك وتعالى. لذلك كان السلف رحمهم الله تعالى لما يسألون عن الاستواء، كالإمام مالك بن أنس الأصبحي وغيره مشهور عنهم كثير أنهم لما سئلوا عن الاستواء كما سئل الإمام مالك قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، ثم أمر بإخراج من سأل. قال إني أراك رجلا فاسدا، أو كما قال رحمه الله تعالى. وفي لفظ أن الإمام مالك كيف أجاب، وكلا الإجابتين صحيح ويؤدي إلى معنى. قال الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أخرجوا عني هذا المبتدع. هكذا قال. ثم يأتي هؤلاء المتفيقهة ويدعون أنهم على مذهب السلف، حاشا وكلا. ومن فساد عقيدة الرازي أنه كان يرمي أهل السنة، يرميهم بالتشبيه والتجسيم وغير ذلك، حيث قال إن اليهود كانوا على دين التشبيه، وكانوا يجيزون المجيء والذهاب على الله. يعني وكان يشير إشارات بأن أهل السنة أنهم على عقيدة اليهود، وهذا مفهوم كلامه. يعني في مفهوم الرازي أنك إذا أثبتت الصفة لله أنك مشبه ومجسم لله سبحانه وتعالى، وتجمع بين الصفتين، بين صفة الخالق والمخلوق. هذا هو منهج الرازي. وأيضا كان يزعم أنه لا يجوز إثبات الجهة لله سبحانه وتعالى، وقد ذكر هذا عنه ابن تيمية الحفيد كما في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث الصفحة 4 بعد 103. قال: ومن هذا الباب قول المؤسس. إذا قرأت في كتب الردود على الرازي وقرأت المؤسس يريدون به ماذا؟ الرازي. قال: ومن هذا الباب قول المؤسس يعني الرازي ونحوه ممن فيه تجهم إقامة البراهين على أنه ليس بمختص بحيز وجهة، بمعنى أنه يصح أن يشار إليه بالحسن أنه ها هنا أو هناك. وأنشد الرازي أبياتا كما في كتابه أقسام اللذات. قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا وقالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فماتوا والجبال جبال. وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فماتوا والجبال جبال. أعيد: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا وقالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فماتوا والجبال جبال. وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. واقرأ في النفي:
وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وقال ولا يحيطون به علما. ومن جرب مثل تجربتي أو تجربتي عرف مثل معرفتي. يعني هو ذكر آيات الإثبات، قال الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولا يحيطون به علما. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. لعلي أكتفي بهذا. ويعني كلام هذا الرجل طويل وله أقوال كثيرة في كتبه وفي كتب من تعلق به وتتلمذ على يديه وغير ذلك، فنسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله العظيم أن يثبتنا على الحق المبين وعلى صراطه المستقيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.